كن صحي. صحصوح سهلها عليك. سليق اللحم. المقادير: 250 جرام لحم بتلو مع العظم خالي من الشحوم، كوب أرز مصري، نصف كوب أرز أمريكي، حبة بصل مقطعة 4، ملعقة شاي من الملح الخشن، لترين ماء مغلي، 1.5 كوب حليب قليل الدسم، ملعقة طعام زيت ذرة، 3 فصوص مستكة، 3 قطع من البهارات الصحيحة التالية: هيل، قرفة، قرنفل وفلفل أسود. سلطة الطماطم الحارة: 3/4 كوب كزبرة خضراء مفرومة، حبة طماطم طرية، فص ثوم، حبة فلفل أخضر حار اختياري، ملعقتين طعام عصير ليمون، ملعقة شاي من الكزبرة المطحونة، رشة ملح. يوضع الملح مع البصل والبهارات الصحيحة في قدر على نار هادئة، ويغطى حتى يخرج ماء اللحم ثم يتبخر. يضاف الماء المغلي إلى اللحم وترفع درجة الحرارة حتى يغلي اللحم، ثم تخفف إلى درجة حرارة متوسطة. يغطى القدر ويترك اللحم لينضج مدة 45 دقيقة تقريباً. يغسل نوعا الأرز سوياً، ثم ينقعا في الماء خلال الفترة التي ينضج فيها اللحم. يصفى اللحم بعد أن ينضج ويحتفظ به دافئاً كما يحتفظ بمرقة اللحم. توضع المرقة في قدر على نار متوسطة وتترك حتى تغلي. يضاف لها الأرز وتترك لتغلي، ثم تخفف النار ويغطى القدر حتى ينضج الأرز. يضاف الحليب ويقلب مع الأرز ويترك على النار حتى يتشرب الأرز الحليب ويصبح طرياً جداً. يسخن الزيت في مقلاة صغيرة غير قابلة للالتصاق، ثم نضع فيها المستكة حتى تذوب. تضاف المستكة إلى الأرز وتقلب. لعمل سلطة الطماطم الحارة توضع جميع المقادير في الخلاط وتخلط جيداً، ثم تقدم مع الأرز. تزين بالكزبرة الخضراء وتقدم.